طيب ما تحكي لنا حاجه يا ابويا تضحكنا وتطلعنا من الهم اللي انت فيه ده. يا اخي البعيد غبي وما بيفهمش. ليه كده يا ابوي؟ يعني انا تعبان ومخنوق عندي مشاكل في الشغل وانت تقول لي احكي لي وضحكني؟ يا اخي اروح منك فين؟ لا اسيب لك البيت وامشي. بص بور من وشي. تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. خلاص ما تزعلش نفسك، انا هخلي عم فالح يحكي لنا. عم فالح احكي لنا حاجه الله يبارك لك، خليك تطلعنا من الهم اللي احنا فيه ده. بس يا ماجد اسكت، اديك شايف ابوك زعلان. لا معلش يا عم فالح، احكي عشان نطلعه من الهم اللي هو فيه بدل النكد اللي انت شايفه ده. حاضر هحكي لك حاجه انا شفتها من يومين. في ست عندها 100 سنه جابها مذيع على التلفزيون بيهنيها على وصولها ل 100 سنه وسالها احكي لنا على موقف محرج حصل معاك. الست قالت له انا كنت في مره راكبه اتوبيس ورايحه مشوار وانا ماشيه كان الهواء شديد وانا لابسه فستان، الفستان اترفع لفوق وانا حاطه ايدي